السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. نأخذ صحيح مفهوم، وذلك مع المصطلح الذي يستعمل في الأسرة وهو الحضانة، حضانة الأولاد. هذا المصطلح لا أساس له من الصحة ولا ينطبق على البشر. الحضانة للطيور التي تستعمل البيض، تحضن البيض، وليس للبشر، علما أن في الكتاب أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الزواج وعن الطلاق، وتكلم عن الطلاق بإسهاب أكثر من الزواج، ولم تستعمل كلمة حضانة في الكتاب. البشر لا يحضنون، البشر يربون تربية، يقومون بالتربية. نأخذ الآية التي تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. فالبشر يربون، وهذا عند كل المجتمعات ومن القدم. فالتربية يقوم بها الأبوان، الزوج والزوجة، ويرأسها الأب الزوج، التربية لاثنين، ويرأسها الزوج الأب. والسلام عليكم.